كنت قاعدة مع واحدة كانت بتشكي لي عن حاجات كتيرة في حياتها، وطبعًا الحاجات اللي بتشكي منها دي ومشاعرها طبعًا دي حقيقية جدًا وعدّى عليها تحديات. المشكلة إنه اللي هي بتحكيه ده هي كانت بتحكيه لي من 6 شهور، وكانت بتحكيه لي من سنة، وهو اللي كانت بتحكيه لي من 3 سنين. إذًا في حاجة هنا عَطَلة، إنه مهما الشخص حاول إنه يساعد اللي قدامه ويغير له أو يقول له إزاي يلاقي الطريقة أو السكة أو يختبر حتى طرق جديدة ممكن تطلعه بره المأزق اللي هو حاطط نفسه فيها، لكن هو مصمم وباختيارها هي قاعدة في الحتة دي. وكانت الحكاية كده وأنا بدأت أراقب الموقف، يعني إن هي عاملة زي اللعبة، زي الجيم. أنا أحاول إن أنا أوجد لها مخرج بحل معين إزاي تعمله مثلا علشان لو هي حاسة بملل ومتضايقة، فأقول لها طيب على حاجة تعملها وتجربها، وحاجة هي في متناول إيديها. أنا مش بقول مثلا خيال علمي أو حاجة صعبة عليها، لكن هي بتسمع، لكن في صوت جواها بيرد رد تاني اللي هو إيه؟ بس أصل اللي بيحصل عندي كذا، أصل أنا حاسة بكذا، أصل المشكلة في كذا. كل ما كنت بجيبها ناحية الحل، كل ما هي تحاول تشدني تاني ناحية المشكلة. حاولوا تراقبوا كده الدوائر اللي حواليكم، أو حتى تراقبوا نفسكم وشوفوا الناس بتعمل كده ولا لأ. الحقيقة إنه دي علامة مهمة قوي. إذا كان البني آدم من جوه عايز يسمع، عايز يلاقي طريقة إنه يساعد نفسه ويسعد نفسه، ولا هو مختار إنه يفضل في الدور المزنوق قوي في الحياة بتاع أصله المشكلة كذا. أفكارنا اللي إحنا بنقولها طول الوقت مش لازم تبقى مقدسة، كل حاجة ممكن تتغير، وكل حاجة قابلة للتطور وقابلة للمناقشة وقابلة إن إحنا نطلع منها فكرة تساعدنا وتخرجنا بره المأزق بتاع الضحية، عشان ربنا خلقنا أحرار، ما خلقناش ضحايا.